وهالباذنجانات اصحابنا شوفوا مروعهم عم ببقبق وعم يتحمص وصار جاهز تقريبا 5 دقايق. خليني اخبركم هيدي القصة الطريفة اللي صارت مع احد الاصدقاء. بيقول انه امه، مش هو، امه ما بتعرف تطبخ بالمرة. باحد المناسبات جابت لهم 4 حبشات، يعني 4 ديك رومي، حطتهم بالفريزر. اول واحد بدي ادوق، ما عادش فيي، خلص. بسم الله. الباذنجان معشوق الملايين وبيتقدم بطرق عديدة، بس اليوم رح نقدمه بطريقة كتير روعة. أطيب باذنجان رح تعمله اليوم معي. رح يكون مقرمش مع صوص روعة وسندويشة ولا أروع. ويلا معلومة على السريع ودايما بقول عنها: الباذنجان أنثى وذكر. كيف بنعرف الأنثى من الذكر وليش لازم نختار الذكر مش الأنثى؟ مش لأنه الذكر أفضل من الأنثى، لا، بس بالباذنجان أفضل. مثل ما عم تشوفوا هون حبتين الباذنجان، هيدي الانثى بتجي الشق من هون والذكر بيجي مبروم. اوكي، فسبحان الله الانثى بيجي فيها بذور والذكر ما بيجي فيه بذور. لازم تختاروا دايما الذكر بالباذنجان. انا طلبت باذنجان اليوم، هيدي وصلتني على البيت ما عجبتني، فرح استعمل اللي عندي كانت موجوده اللي هي الذكر. وبالدليل رح فرجيكم، يعني رح قص هيدي لفرجيكم كيف رح تكون من الداخل. نرجع طبعا الى استعمالات. شوفوا فيها بذور، ما فيها كتير بذور بس ولكن فيها بذور. اما الذكر اللي حكينا عنها رح نقص شقفة كمان ونفرجيكم قديش هي نظيفة من جوا، بس لحتى تشوفوا انثى ذكر. شوفوا ولا بذرة بالذكر. هلا حطينا هيدا الباذنجان على صينية، بدي رش عليهم ملح. اللي عنده شبك بحطهم على شبك، انا ما عندي شبك قد الصينية. برش الملح على الميلتين. وهلا من بعد ما رشينا الملح رح نشيلهم على جنب ليصفوا شوية مي، تقريبا شي ربع ساعة. طيب هلا بدي اعمل فتات الخبز على السريع. شو عندي هون؟ اي نوع خبز فرنجي حطه بالخلاط الكهربائي. انا عندي الخبز اللي بيبقى بحطه بالفريزر. هلا في حمصه شوي بالفرن، ما في مشكله، بس ما حمره مشان بعدين ما يصير يحترق عندي بسرعه. اوكي، حص ثوم نصه. اوكي، بنحطه مثل ما هو. رشه اوريجانو على الخفيف، ما بكتر. لهي الكمية تقريبا نص ملعقة شاي كركم ليعطيني هيدا اللون الاصفر الحلو. وبدي ملح لانه الملح بيساعد انه يضل الخبز عندي ناشف وما في كتير رطوبة. واذا بدي وعندي موجود تقريبا شي ملعقة طعام جبنة بارميزان، مش اكتر. اوكي، نكهة بس. بطحن هيدا فتات الخبز. شوف ما احلاه، في ناعم اكتر من هيك ما في مشكلة، انا بدي اياهم هيك. طيب هلا بدي اعمل الخليط السائل للباذنجان. بدي لت فيه الباذنجان. عندي طحين هون شي 3 ملاعق طعام ونصف طحين. خليني اخبركم هيدي القصة الطريفة اللي صارت مع احد الاصدقاء. بيقول انه امه، مش هو، امه ما بتعرف تطبخ بالمرة. باحد المناسبات جابت لهم 4 حبشات، يعني 4 ديك رومي، حطتهم بالفريزر. اول واحد بدها تطبخه حطته بالمجلى ليحلى. تاني نهار اجت، تاني نهار بدها تشوف هيدا التركي وين هو، لقيت انه البسينة اللي عندها اكلي نصه. ما في مشكلة، في بعد 3 منهم. اللي بده يصير معلم بدها تطبخ الثالث. بدي احط هون تقريبا شي ملعقة شاي من البيكنج باودر ورشة ملح. فحصله مثل ما بنقول نحن اللبنانية بدها تطبخ الثاني. الثاني يا معلم حطت له بقلب الفرن. شو بدك يصير؟ احترق بالكامل. بعد في 2. اجا ثالث يوم، اجت حطت هالتركي وزبطته حطته بهالفرن. اكتشفت انه بعدين شو ما هو بقلب التركي بيجي فيه كيس بيجي فيه الكبد والقلب وبيجي الرقبة وكذا. اكتشفت انه طابخة بنص الحلقة معلم، بنص الطبخة اكتشفت انه ناسي كل شي بقلبه. ما ضل عندهم معلم الا هالتركي الوحيد فريد بهالمطبخ. خلص ركزت زبطت كل شي. فتحت الفرن، حطت هالتركي بالفرن. بتعرف بيعطوا شوية وقت التركي بالفرن ليستوي، يعني مش شوي كتير. اجت بدها تفتح الفرن واذ بتلاقي انه ناسية تدور الفرن تحت التركي.
وبقي ني، فبقول لك انه اخر شيء رحنا اكلنا عند بيت خالتي. اعطوني اسفل الفيديو كل واحد هيك شو صار معه شيء طرفه هيك بتضحك اول ما بلش يعمل اكل. بدي احط رشه كمون صغيره، بابريكا تقريبا نص ملعقه شاي، نص ملعقه شاي من الكزبره الجافه. هلا بدي احط مي حسب الحاجه ليطلع عندي مثل عجينه الكريب مثل ما بنقول نحن. نحرك. تمام، والله ايدي انا ميزان سبحان الله. جاهز. بدي اعمل صوص يعني توب. حص ثوم بدقه ناعم، شيل حص الثوم بحطه بوعاء للحرك. طبعا في شويه ملح، برجع بضيف له شويه ملح، فلفل اسود، رشه كمون. هول بقى دونسات اللي عم تشوفون هلا هول بعدني عملكم فيديو لكم من الفرم للغسل للتقطيع لكل شيء، ان شاء الله بنزله قريبا. بقدونس بندعمها، زيت زيتون هون الدعم، اوكي بندعم زيت زيتون، شوية خل احمر، عصير ليمون. الله، نحرك. روعة هيدا الصوص. طيب هلا هيدا الباذنجان شوفوا نزل مي، شوفوا المي اللي بالصينية. اوكي اللي بدي اعمله بس بدي انقله على شقفة لنشفهم هيك. طيب هلا طبعا نظفنا هيدي الصينية ولا شيء، ننزل بهيدا الخليط مثل ما عم تشوفوا عندي. طبعا ما بحاجة نشفهم كتير لانه هن نازلين بخليط، يعني ما بدي اقليهم بدون خليط. بنشيل من الخليط يا عزيزي وبننزل لوين؟ على فتات الخبز. بنلتهم بنكبسهم طبعا فتات الخبز هيك. الحبة صارت تمام، ما بحاجة انه تتغطى عندي مليون بالمية. كتير روعة مثل ما عم تشوفوا، كتير روعة. رح كملهم طبعا وجهزهم. وهالباذنجانات اصحابنا شوفوا مروعهم. افضل انه ريحهم تقريبا شي 5 دقايق وبرجع بعدين بقليهم ليلتصق عليهم. طبعا فيه يفرزهم. وهلا زيتي عم يحمى، حرارة متوسطة. هلا زيتي حرارته متوسطة والافضل تكون 160 سلسيوس. بلش اقلي، ما بدي كتير اول حرارة، خليه يستوي على رواق. هلا شوفوا لي ما احلى هالباذنجان، عم ببقبق وعم يتحمص وصار جاهز تقريبا 5 دقايق. اهم شيء انه حمصهم. اوكي شوفوا ملا حبة. الله بدي ادوق، ما عادش فيي خلص. بسم الله. نكهة البهارات اللي بقلبها روعة. كتروا كمون، كتروا كمون. لا هي سمك ولا هي كريسبي ولا هي واطيب منهم عن جد، واطيب منهم. طبق باذنجان مقلي مقرمش مستعد اكل منه كل يوم مع 2 صوص. يا عين. خبز لبناني. اول شي بنجيب هيك حبة الباذنجان. يا الله يا الله. 3 فلافل، هاي احلى من الفلافل. طماطم، مخلل او كبيس خيار. نجي هيدا صوص العاشق معلم. نرجع طرطور، هيدا المعشوق. هيدا الطرطور وصفته اسفل الفيديو اللي هو الراشي طحينة السمسم. خلص عالم صارت لازم تفتح محل باذنجان بدل الفلافل. شوفوا لي يا اصدقاء سندويشي بتشهي. بسم الله. الاسئله بتقصيناها 2 مشان الصوره. هلا اذا حدا بقول لكم انسوا الفلافل بتعيطوا عليه. انا بدي اقول لكم انسوا الفلافل، هيدي مثل الفلافل بس بدون غازات معلم. شي روعه. بتمنى هيدا الفيديو يكون نال اعجابكم واخذتوا النصائح واستمتعتوا معنا بهيدي الحلقه.
وان شاء الله بنشوفكم بحلقة مقبلة. ما تنسوا شير ولايك وتعليق مثل وشكم حلو اسفل الفيديو، واللي بحب يدعمنا بسوبر ثانكس. والى اللقاء، الى حلقة.